جميعا باستشهاد الأستاذ الفاضل والمربي القدير الأستاذ أمين الشجاع. حقيقة هذا الشهيد ما عرفناه إلا ذاكر لله عز وجل، صائما الاثنين والخميس، دائما متنقل من مسجد إلى آخر، اهتمامه كله بالفقراء والمساكين، حلقة وصل ما بين الأغنياء وكذلك الفقراء. فأشهدكم جميعا أني سأتولى قضاء دينه ودينه في ذمتي، وسأتولى قضاء دينه بفضل الله عز وجل. كذلك سأهتم بأولاده وأهله. أقول إخواني الكرام، كل الناس سيموتون، لكن هناك فرق بين موتة وموتة. موتة الأبطال، الشهداء، الرجال الذين يقدمون أرواحهم من أجل المبادئ والقيم والدين والوطن. وهناك من يموت ميتة الجبناء الأنذال الحقيرين. فأقول إخواني الكرام، ما خرج إلا قاصدا وجه الله عز وجل، جاء بنفسه وأتى بوصيته إليه وقال أريد أن أستشهد في سبيل الله عز وجل، فصدق الله، فصدقه الله عز وجل. أقول إخواني الكرام، خرج مجاهدا يؤدي رسالة الإيمان والوطن، وأراد أن يلقى الله عز وجل على مثل هذه الحال. دائما ما أعرفه وأجلس معه إلا ذاكرا حافظا للقرآن، تاليا لكتاب الله عز وجل. وأقول إخواني الكرام، مات وهو يؤدي واجب دفاع عن الدين وعن الوطن على أيدي جماعة الغدر والخيانة، جماعة الإرهاب، جماعة الأنذال، وهم الحوثة. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول هنيئا إخواني الكرام أن يقدم الإنسان روحه في سبيل المبادئ والدين والوطن والقيم، أنعم بها من رسالة، أنعم بها من وسام، أنعم به من شرف. وأقول أخواني الكرام، ليس الأول ولا الأخير، فسنقدم جميع أنفسنا وأرواحنا وأولادنا غالية رخيصة في سبيل دين الله عز وجل وحفاظا على الدين. أشكر جميع الحاضرين، وعشر الله خطاكم وكتب الله أجركم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسكنه في فسيح جناته مع الأنبياء والشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.